السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لما تشوف سواق الدليفري بيجري بالموتوسيكل طاير في عز الشمس وعز البرد وفي المطر والشوارع غرقانة، أو الراجل بتاع البنزينة، العامل بتاع البنزينة واقف في عز دين البرد كده تعبان مجهد وعينيه دبلانة من التعب، يا روحي لازم تفتكر إن ورا كل واحد فيهم قصة. كل واحد فينا من البشر إحنا جواه قصة، جواه رقم، جواه تواريخ، جواه حالة. الناس دي مش بتجري عشان 8 سندوتش تاكله أو يعني حاجة جانك فود ولا الكلام ده، لا، دول شايلين مسؤولية أهالي، بيجهزوا اخواتهم البنات وبيحوشوا القرش فوق القرش عشان يستروا بيوتهم ويجوزوا الناس اللي وراهم. الظروف في البلد مش قد كده، والضغط على الغلابة دول فوق الوصف، لأنهم في مواجهة مباشرة مع الغلاء وقسوة الجو يا عيني، وما عندهمش مرتب ثابت يسندهم. الاحتياج للمال عندهم هو مهمة، يعتبر مهمة انتحارية، عشان يفضلوا عايشين بكرامة وسط مجتمع ما بيعديش الهفوة. التوصية بيهم النهاردة مش مجرد نصيحة، لا، دي فرض جدعنة، لأنهم فعلا بيحفروا في الصخر عشان يفضلوا رجالة في نظر أهاليهم اللي معتمدين عليهم بالكامل. الأحوال الاقتصادية النهاردة ما بقتش بترحم حد، والنفوس فعلا بقت شايلة هموم ما بتخلص، بس الفئات دي اللي في الشارع دي هي المطحنة الحقيقية اللي شايلة شيلة غيرها. ليه أنا بقول عامل البنزينة وسواق الدليفري دول ما عندهمش مرتب ثابت؟ دول معتمدين على التبس بتاعك، هم في أمس الحاجة للمال فعلا، لأن رزقهم باليومية مفهوش أمان وظيفي، كل اعتمادهم على كرمك وإحساسك بتعبهم. لما بتتعامل معاهم انت مش بتتعامل مع موظف، انت بتتعامل مع شخص ظهر لعيلة كاملة، وشاب بيحاول يبني مستقبله، وجامعيين ومتعلمين ما شاء الله عليهم، فبيحاول يبني مستقبله، يجوز اخواته ويشيل حمل ابوه وامه. الستر النهاردة بقى غالي قوي، والناس دي بتدفع ثمنه من صحتها وأعصابها في عز نار الصيف والتلج بتاع الشتاء، يعني فعلا بيكسر العظم. والشوارع لما تغرق في منتهى الخطورة وانت ماشي بالبايك بالموتوسيكلات. يعني انك انت تاخد بالك عليهم النهاردة هو قمة الوعي والإنسانية يا جماعة، لأننا بنحافظ على بيوت مفتوحة بفضل شقاهم وبفضل صبرهم. لما بنقول نتوصى بيهم بنقصد ان احنا نفتح عقولنا كده لحقيقة ان القرش اللي بيطلع لهم ده هو طوق نجاة، طوق نجاة لعيلة كاملة مستنية رجوعهم في اخر اليوم. الوعي الحقيقي هو انك تحس بوجع اللي واقف قدامك، وتقدر كده ان عزة نفسه هي اللي رمته في الشارع عشان ما يمدش ايده لحد. هديك مثال كده من الواقع. واحد صاحبي فعلا في مرة كده سأل سواق دليفري قدامي، كان باين عليه الهم، قال له انت بتشتغل كام ساعة في اليوم؟ والله السواق رد بضحكة كده كلها حزن وكلها رضا في نفس الوقت. قال له بشتغل 14 ساعة بس عشان يعني
قال له مش كتير. قال له اصل انا بجهز اختي وجهازها واقف على مبلغ صغير. فعلا صاحبي ده اتأثر جدا جدا، وقرر ساعتها مش بس يديله التبس بتاعه، لا ده خد رقم تليفونه وجمع مبلغ من اصحابه كأنها عيدية كده عشان يساعده في المهمة اللي هو شايلها. السواق حرفيا ما كانش مصدق. انا حضرت المقابلة دي وهو بيديله المبلغ، كانت مفاجأة. وقال له حضرتك يعني مش بس جبرت خاطري، انت سترت بيت كان شايل الهم بقاله شهور. ده يعني الموقف ده بيثبت ان الناس دي ابطال حقيقيين، بيضحوا براحتهم عشان خاطر ناس تانية بتعتمد عليهم. موضوعنا النهاردة بس هنلخصه في 5 نقاط مهمة، ويا ريت الصغير قبل الكبير يسمع الفيديو ده، وخصوصا الشباب الصغير اللي لازم يحس ان الناس كلها بتتعب ازاي. اول نقطة، غياب المرتب الاساسي وقسوة الاحتياج. لازم نستوعب ان اغلب العمال دول ارزاجية كده باليومية، يعني لو ما باعش او ما وصلش اي حاجة كدليفري مش هياكل، وده بيحط عليهم ضغط نفسي قوي رهيب طول الوقت. الاحتياج للمال هو اللي مخليه يقف في الشمس او في البرد او في المطر وهو ساكت. وعشان كده بخس ان احنا نبخس بحقهم هنا يعتبر جريمة في حق انسانيتهم وشقاهم. لما تتعامل معاهم افتكر ان القرش اللي بتطلعه هو المرتب الحقيقي والوحيد اللي هو بيعتمد عليه عشان يجيب لقمة عيش لعياله اخر اليوم. التوصية بيهم بتبدأ من انك تقدر ان رزقهم مقطوع ومرتبط بيك انت وبكرمك انت، فخليك انت الايد اللي هي بتجبر الخاطر وتوفي الحق كده بزيادة من غير بخل، في ظل بقى ايه غياب اي تأمين اجتماعي او تأمين صحي او اي حماية ليهم. هم شغالين بالبركة. تبقى انت في النهاية المسؤول الاول قدام ضميرك عن انك تدي الغلبان ده حقه وزيادة عشان يكمل يومه. النفس العفيفة اللي هي بترضى بالقليل في الظروف دي محتاجة مننا كلنا دعم، لأنهم شايلين شيلة لو وقعت منهم مش هيلاقوا حد يسندهم. الفقر مش عيب، لكن الوجع الحقيقي هو إنك تشتغل وتتعب وما تاخدش اللي يستر بيتك في آخر اليوم وسط الغلاء المهول اللي احنا فيه. دي أول حاجة. تاني حاجة، بيواجهوا مواجهة الطبيعة كده وقسوة الجو. سواق الدليفري وشعره اللي بيشيب من الشمس في الصيف، والعامل البنزينة اللي ايده يعني بتتحجر من البرد، هم غلابة، هم غلابة الشارع، هم غلابة الشارع اللي بيواجهوا الطبيعة بصدر عريان في وقت ما احنا بنشتكي من الجو واحنا في بيوتنا تحت التكييف. هم فعلا هم مجبورين انهم يفضلوا في الشارع لان احوال البلد مش قد كده والالتزامات اللي وراهم ما بتخلص. لما ناخد بالنا عليهم معناه ان احنا بنراعي الحالة البدنية اللي هم فيها، فما نكونش احنا والجو والظروف عليهم، يعني على الأقل إن احنا نهون عليهم كده شقاهم. تخيل وقفة ساعات كده وسط دخان المواتير بتاع العربيات في عز الظهر، أو جري بالموتوسيكل كده في عز المطرة كده والهواء في وشك والأرض غرقانة. كل ده عشان في النهاية قروش بيجمعوها بالعافية. لما تقابلوا بوشوش كده وبكلمة حلوة
انت بتهون عليه القسوة دي كلها، قسوة الجو اللي هو يعني نشف عروقه، وبتحسسه ان تعبه ده غالي قوي عند الناس، مش مجرد روتين. الرحمة هنا مش اختيار، ده فرض واجب عشان خاطر نفضل بشر نحس بوجع الناس اللي واقفين يحمونا وبيخدمونا في أصعب الأوقات اللي احنا بنهرب منها. الشمس والبرد ما بيفرقوش بين حد، بس الفرق الوحيد هو إن في حد مستور في بيته وقاعد، وحد مكشوف في الشارع عشان خاطر لقمة عيش حلال. ثالث حاجة، دول شايلين مسؤولية أهالي وبيجوزوا إخواتهم. الفئة دي بالذات تحديدا أغلبيتهم شباب زي الورد وشباب جامعي، لكن شايلين فوق كتافهم مسؤولية أهالي وإخوات بنات وعيلة كاملة في قرى ونجوع بعيدة. الشاب منهم بيشتغل ليل ونهار عشان يجهز أخته اللي فرحها قرب، أو عشان يساعد أبوه المريض في تمن الدواء. وده قمة الرجولة والجدعنة. الاحتياج للمال عندهم ملوش علاقة أبدا بالرفاهيات، دي صرخة ستر لعيلة محتاجة سند. وعشان كده لما نبخس بحقهم بيبقى فعلا كسر لظهر عيلة كاملة. التوصية بيهم لازم تكون نابعة من احترامنا لكفاحهم، وإننا بنشوف فيهم راجل البيت اللي بيضحي بمستقبله عشان خاطر إخواته البنات وعشان خاطر أهله. لما بتديله تبس عالي شوية أو تجبر خاطره، انت بتشارك في جهاز عروسة، أو في ستر أم غلبانة، أو في علاج أب ضعيف. فعلا دول مستنيين القرشين دول في آخر الشهر. النفوس دي عزيزة قوي، وممكن يموت من التعب ولا إنه يطلب من حد حاجة. وعشان كده واجبنا إن احنا نحس بيهم يا جماعة من غير ما يتكلموا، ونكرمهم بزيادة. العيال دي هي اللي بتعلمنا يعني إيه أصول، ويعني إيه الواحد يكون ظهر لأهله مهما كانت الظروف ضيقة والبلد حالها مش قد كده، هتفضل كده. رابع حاجة، الستر في زمن الغلاء والضغوط الاقتصادية دي. في ظل الأسعار اللي بقت في السماء، الفئات دي أكتر ناس اتكشفت، لأن دخلهم مش ثابت. أكتر ناس مكشوفة متعريين يا عيني، لأن دخلهم مش ثابت وما بيزيدش مع الغلاء. اللي أكل الأخضر واليابس الله يسامحهم. لازم ناخد بالنا عليهم، يعني نحس كده إن القرش اللي كان بيكفيهم زمان النهاردة ما بيعمل لهمش حاجة. فلازم نكون إحنا الزيادة اللي ربنا بعتها لهم عشان خاطر يستروا بيوتهم. الستر الحقيقي هو إننا ما نسيبش واحد شغال بذمة يرجع بيته هو حاسس إنه هو اتظلم، أو إن مجهوده ملوش قيمة وسط الدنيا الغالية دي كلها. لما تديله بزيادة، أنت مش بتدفع فلوس زيادة، لا، أنت بتساهم في 8 كيلو سكر، في 8 كيلو في علبة دواء، في جهاز لواحد يعني بيشتغل في الصخر عشان عياله. أحوال البلد بقت محتاجة إن احنا نشيل بعض. احنا مشهورين قوي بالتكافل الاجتماعي وبندعمه باستمرار، ان احنا شعب طيب بفطرته. في الجزئية دي عاطفي جدا، وعندنا الغني بيشيل الفقير، واللي معاه يسند فعلا اللي مش معاه. والعمال دول او الفئة دي هم اولى الناس بالسند ده النهاردة. القناعة اللي في عيونهم رغم التعب لازم تقابلها جدعنة من ناحيتنا، عشان نفضل مجتمع متماسك وعارف قيمة الإنسان اللي فعلا اللي بيشقى بجد. لما الدنيا بتغلى، أول واحد بيتحرق بنارها هو بتاع اليومية كده، الأرزجي اللي ملوش مرتب يحميه أبدا أبدا. فعشان كده لازم نكون إحنا الحماية والضمان ليهم. خامس حاجة وآخر حاجة، الأمانة الإنسانية والتقدير النفسي للغلبان. العامل الغلبان لما بيلاقي تقدير مادي ومعنوي
ده بيحميه من ان نفسه تتكسر. اللي ممكن الاحتياج والفقر يسببه له كده في الظروف الاقتصادية الصعبة دي نفسه تتكسر. لما نتوصى بسواق الدليفري او عامل المحطة، انت فعلا بتبني كده حيطة كده من الامان النفسي بيخليه يفضل شريف وعفيف النفس رغم الحاجة الشديدة للمال. احنا النهاردة مسؤولين عن بعض قدام ربنا، والناس دي اكتر ناس محتاجة ان احنا نحس بيهم ونقول لهم احنا مقدرين تعبكم وشقاكم في الشارع. الكلمة الحلوة بتبني امانة، والتقدير بيخلق اخلاص، والفقير لما بيشبع، لما بتشبعه بالتقدير بيبقى احسن حارس ليك ولبيتك ولعربيتك في عز الضلمة. قدروا بس، بلاش تحسسهم انهم مجرد ناس يعني بتشتغل عشان تعمل لك خدمة، لا، لازم تحسسهم ان هم شركاء في الحياة دي، ومن غيرهم الدنيا بتاعتنا هتقف وتتعطل وتتعب بزيادة في ظل ضغوط الشغل والبيت. الأمانة مش بس في الفلوس، الأمانة في إنك أنت تحفظ كرامة الناس المحتاجة وما تحسسوش أبدا أبدا بضعفه أو بقلة حيلته، ودايما كده ترفع راسه بكلمة شكر وكلمة تقدير من قلبك. جبر الخواطر ده هو العبادة الخفية اللي بتبارك في صحتك وفي مالك. والغلابة دول فعلا دول بوابة ليك، بوابة عشان تخش منها لرضا ربنا وستره في حياتك وفي بيتك. أول مرة أتكلم في حاجة زي كده، بس يعني أكيد في موقف حصل كده فخليني أتكلم في الموضوع ده. نصيحتي ليكم بقى، دايما توصي كده بيهم، تتوصى بيهم، تزودهم شوية، لأن رزقهم معتمد عليك تحديدا، لأنه ملوش مرتب تاني يسنده. افتكر إن الشاب ده وراه أخوات بنات بيجهزهم، فخليك أنت اللي بتشارك في سترهم بكرمك. في عز الحر إزازة مية ساقعة مع تبس محترم ممكن تخليه يحس إنه ملك في مكانه. بعرف ست كبيرة لما بتجيب حاجة ديليفري، الراجل كده بيجيب لها الحاجة، تديله اللي فيه الاسم وبتديله ازازة مية ساقعة. في عز البرد لو عندك حاجة فعلا تدفي بزيادة كده ما تتأخرش، اديها له، اديها لعامل المحطة او سواق الدليفري ده بكرامة، قول له بس عشان الدنيا برد تحت لف الكوفية دي حوالين رقبتك والكلام ده كله، هتلاقيه يعني قبلها منك. بلاش تبخس حقهم في الفكة الصغيرة. احنا بنتشطر، مشكلتنا ان احنا ناس او شعب بيتشطر، يطلب حاجة ديليفري ب2000-3000 جنيه، واخد بالك، ونيجي على يعني على 10 جنيه ولا 5 جنيه زيادة ممكن نديها له، نوقف عليها ونعمل نفسنا ان احنا ناصحين قوي وبنتشطر عليه. احنا مصيبة سودة في الموضوع ده يعني، فبلاش تبخس حقهم شوية. كلمة يا وحش، يا جدع، يا كبير، يا قائد، يا اي حاجة، كلمة كده بترفع معنوياتهم، يا راجل، يا محترم، يا فيها احترام قوي، دي بترفع معنوياتهم للسما في وسط ضغط الجو والزحمة. لو شفت سواق ديليفري تعبان او بيرتعش، يعني حاول انك انت تساعده، اديله حاجة يدفي بيها نفسه. ان احنا شفنا في فترة الشتاء اللي فات فعلا الله يكون في عونه، ان كان شتاء قارس، ومن كام سنة برضو مرة ظروف على مصر كان الشتاء فظيع، فكانوا بيصعبوا علينا قوي. عامل البنزينة ده بيتعامل مع كيماويات مصيبة سودة، وعنده صداع طول الوقت في عز الجو الصعب ده، فراعي ده في صبرك وهدوءك عليه. هو مسكين. علم ولادك ان الغلابة دول هم اللي شايلين البلد، وتقول له ان سواق الدليفري ده او المسؤول عن الدليفري ده لو انت الناس دي لو ما جالكش مش هتعرف انك انت يجي لك الدواء بتاعك تتعالج.
مش هيعرف انك انت تاكل، ده بيساعدك في كل حاجة. هم اللي شايلين البلد، وخليهم فعلا هم اللي يدوا التبس والحق ده بإيديهم وبأدب للمسؤول الدليفري اللي هو جايب لك الحاجة. خليك دايما السند والظهر اللي ربنا بيستخدمه عشان يستر الناس الغلابة والمحتاجين في الشارع دول. في النهاية الناس الغلابة اللي ملهمش مرتبات أساسية وعايشين على رزق يومهم، هم أمانة غالية قوي في رقبتنا كل يوم. الجو لما بيقسى والظروف لما بتضيق بيبقى جبر الخاطر ده حاجة عظيمة قوي، ولما توفيه بزيادة كده يعني فده ربنا بيبارك لك في عمرك وفي صحتك وفي رزقك بعد كده. ما تخليش الدنيا وزحمتها تاخدك وتنسيك ان في ناس بتعاني في صمت كده وساكتين وفي عز البرد والحر، عشان خاطر يعني الناس دي بتستحمل عشان تستر اهاليها وجهاز اخواتهم. خليك انت الرحمة اللي ربنا بعتها لهم في الارض، وافتكر ان الستر بيجي للي بيحس بغيره وبيكرم الناس التعبانة. الستر غالي قوي، والجدعنة المصرية الأصيلة بتبان في التعامل مع الناس اللي زي دي، اللي هم ملهمش ظهر ولا سند غيرك انت. بلاش نتعامل معاهم بالفهلوة المصرية ونفتكرهم ان هم يا عيني يعني مش شطرش عليهم ابدا، هم فعلا ظروفهم صعبة. تحياتي لكم، ونشوفكم في فيديو جديد. وانا اول مرة احكي في حاجة زي كده، بس كان لازم في موقف حصل كده من كام يوم كان لازم احكي فيه. تحياتي لكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.